تعرفي إيه هي أهم التعليمات اللي لازم تنتبهي لها أول ما تدخلي الشهر التاسع؟ طب بعد الولادة إيه وسيلة الحمل المناسبة ليكي؟ اللوب ولا البرشام؟ محتارة ومش عارفة إمتى تعملي حقن مجهري؟ طب إيه هي أهمية حركة الجنين أثناء الحمل بالنسبة لك كأم؟ أسئلتنا ملخبطة في حلقة النهاردة، ما تستغربوش. دلوقتي هقول لكم على مفاجأة، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أهلا بكم يا حبايبي، وحلقة جديدة بس مش عادية. حلقتنا النهاردة مني ليكم هدية. النهاردة معايا ومعاكم ضيف عزيز عليا قوي. اسمحوا لي ان ارحب بالدكتور جراح نسا وتوليد دكتور عمرو جويش. اهلا بك يا دكتور، نورت برنامج الداية. اهلا بيك يا دام، منوره الدنيا. اسمح لي يا دكتور، هبدأ بأول سؤال. ممكن تعرفنا ايه هي اهم تعليمات الشهر التاسع؟ هي اهم تعليمات الشهر التاسع المفروض ان هي ما تهملش متابعه حملها. يعني مش معنى ان احنا دخلنا الشهر التاسع ان انا وصلت لبر الامان او انا كده في امان في الحمل. لا، المفروض ان انا اتابع عادي كل الاهتمام بتاع البيبي بتاعي، اذا كنت باخد فيتامينز او بهتم بحسب حركه البيبي اكمل عادي. اذا كنت باخد علاج للضغط او اثناء فتره الحمل او للسكر لو فيهم لخبطه استمر فيهم. زياراتي او متابعه الحمل للطبيب اللي بيتابع الحاله اكمل فيها في ميعاد عادي خالص بانتظام لحد ميعاد الولاده، كأن يعني مفيش اي اختلاف ما بينها وبين شهور الحمل العادي. بالعكس، اللي بتبقى في حاجات زياده زي التجهيزات للولاده وشويه الحاجات التحضيريه بقى بتاعه البيبي وكده. طب كنا عاوزين بس نعرف من حضرتك ايه الفرق ما بين اللوب والبرشام كوسيلة منع حمل؟ هو اللولب والبرشام هما الاثنين يعتبروا من احسن وسائل منع الحمل اللي بتجيب نتائج كويسه. بس هي مفيش حاجه فيهم افضل في المطلق. يعني بمعنى ايه؟ ان انا البرشام بيبقى احسن لناس معينه. انا في سيدات بتركب اللولب بيحصل لها مثلا كميه الدوره بتزيد جدا او بتعمل لهم الام، او هي بطبيعتها ما بتحبش تركيب اللولب، فده بالنسبه لها هيكون الاقراص احسن. وفي سيدات لا تانية تقول لك انا بنسى ومش متعوده ان انا اخد اقراص، او ما بتحبش تتعرض للاعراض الجانبيه بتاعه الاقراص زي وجع الثدي مثلا او زياده الوزن اذا كان ميه او كده. فهي وسيله منع الحمل الاتنين انواع ممتازه، بس كل حد وليه وسيله اللي بيرتاح عليها اكتر يعني. طيب امتى يا دكتور السيدة تعمل حقن مجهري؟ ده يعني سؤال صعب شويه، بس امتى تلجأ للحقن المجهري برضو اسبابه كتير. يعني على حسب الشكوى جت من ايه. يعني انا عايز اعمل حقن مجهري علشان عايز احدد نوع البيبي، دي طريق. او انا عايز اعمل حقن مجهري علشان انا وزوجي ظروف شغلنا مش بنتلاقى خالص والزوج على طول مسافر او بيجي فترات قليله قوي. او انا بعمل حقن مجهري لاسباب مرضيه. انا عملت يعني عملت عمليه بوظت لي الانابيب، او عندي ضعف في المخزون، او متجوزه في مرحله عمريه كبيره في السن. فنقطه انا امتى اعمل حقن مجهري على حسب الشكوى الاساسيه كانت ايه، او انا ليه بلجأ للحقن المجهري، او كان ايه سبب التاخر في الحمل. طب معلش يا دكتور سؤال برضو، ايه اهمية احساس الام بحركة الجنين؟ احساس الام بحركه الجنين هي الدلاله الوحيده اللي مستمره ان البيبي ده كويس. بمعنى احنا المفروض بنطلب للام ان هي تحس بحركه الجنين باستمرار 10 مرات في اليوم او في مدار 12 ساعه مثلا. ان هي من اول ما تصحى لحد ما تنام تعد او تحسب 10 خبطات للبيبي. طيب امتى بنطلب منها ده؟ اول ما توصل لنص السابع اللي هو ما يعادل 30 اسبوع. طيب بالذات في حالات ان هو مثلا لو كان في ضغط في الحمل او سكر في الحمل، فاحساس الام بالحركه بيبقى من العلامات المهمه جدا اللي بتاكد لي ان البيبي ده كويس. بالذات ان زياره للطبيب بتبقى بمعدل مرتين، مره كل اسبوعين مثلا. فمره كل اسبوعين يعني انا بشوفها مره كل 14 يوم. فايه الحاجه اللي هتاكد لي ان البيبي ده حلو في خلال 13 يوم التانيين؟ هي احساسها بالحركه. فاحساس الام بالحركه دي من الدلالات المهمه جدا ان هي تتابعها بانتظام.
بدءا من نص السابع اللي هو 30 اسبوع لحد ميعاد الولاده. دكتور أنا عارفة طبعا إن يعني المواضيع اللي احنا سألنا فيها مواضيع عايزة حلقات وحلقات، عشان كده أكيد أنا طبعاً. برضو هنتظر حضرتك تشرفني هنا في البرنامج مرة تانية. من عيني، حاضر. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع الدكتور جراح النساء والتوليد دكتور عمرو جويش، ويا رب تكونوا استفدتم من الحلقة بتاعت النهاردة، وأنا في انتظار رسايلكم على صفحة البرنامج وهرد عليكم على طول. خلي بالكم الحلقات اللي جاية في مفاجآت كتيرة قوي هتعجبكم. يلا يا حبايبي، في انتظاركم في حلقة جديدة من برنامجكم الداية.